بسم الإله الآب الخالق العاقل والناطق بالكلمة والحي بالروح القدس الإله الواحد آمين. سلام ونعمة إلى كل مشاهدينا ومستمعينا على قناة نور من المشرق أو The Light from the East في حلقة جديدة من الرد على الذي دعانا إلى الإسلام. وموضوع هذه الحلقة سيتضمن أسئلة المسلمين حين يقول: لماذا تسجدون إلى الصليب؟ فنجيب ونقول: لأنه كان سبب الحياة. فيأتي المسلم ويقول: بل كان سبب الموت لأنه عليه الصلب. وإن كان المسلم لا يؤمن بالصلب لأنهم يقولون قد شبه لهم، ولكن يحبون أن يجادلوا في كل العقائد حتى لو كانت هذه العقائد تدينهم. فنقول للمسلم: نعم، الموت كان سبب للقيامة، والقيامة كانت سببا للحياة، فإذا الصليب كان سببا للحياة وعدم الموت، فلذلك نقدم بواسطته السجدة لله تعالى الذي فتح لنا به ينبوع الحياة وعدم الموت، كما جاء في رسالة الرسول بولس إلى كورنثيانز الرسالة الثانية الإصحاح السادس، هكذا قال: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. وأيضا جاء في العهد القديم سفر الخروج الإصحاح 15: فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا، وهذه كانت على يد موسى. فإذا كانت الشجرة العادية التي أراها الله إلى موسى استطاعت بالقوة الإلهية التي حلت فيها أن تحلي الماء، فما بالكم تجادلون في الصليب؟ وأيضا جاء في سفر العدد في أيام موسى: بمنظر الحية القاتلة أعطى الحياة لبني إسرائيل، حين قال لموسى النبي: فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. فإذا كانت الحية النحاسية التي صنعها موسى تشفي من ينظر إليها، وكيف لنا أن لا نسجد إلى صليب المسيح الذي هو مجدنا وفرحنا؟ وكما أننا نبذل الجهد في إكرام الأشجار وخدمتها حيا بأثمارها، أي أننا نزرع الأشجار ونسقيها ونعتني بها إكراما بثمارها، كم بالأحرى خشبة الصليب التي أثمرت حياة أبدية للذي يؤمن بالذي صلب وقام، الذي هو الرب يسوع المسيح. فيأتي السؤال الثاني للمسلمين ويقولون: كيف مات المسيح وهو الإله؟ وهل يمكن لله أن يموت؟ فنحن نعرف يا أخوتي إن المسلمين لا يؤمنون بموت المسيح ولا بالصلب، وأنهم يعتمدون على هذه الآية اليتيمة التي يرددونها: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. صورة النساء الآية 157. ولكن من أين اقتبس محمد هذه الآية وهذه فكرة التشبيه إن لم تكن من الغنوصية الوثنية أو الأبيونية التي كانت تصول وتجول في الجزيرة العربية وقتها؟ نحن نعرف أن الغنوصية الوثنية لعبت دور في قرآن محمد وأفكاره. كانت الغنوصية جماعة وثنية تسمى بالخيالية، والتي يسميها بالإنجليزي الإغناستيك، ويسمى أتباع الخياليون والغنوصيون يسمى فكرها بالخيالية أو الشبحية. قالت إن المسيح كان إلها فقط ولم يكن له جسد وطبيعة إنسانية، بل كان شبحا وخيالا، ظهر في هيئة وشبه ومنظر إنسان، ولم يكن له جسد فيزيائي من لحم ودم وعظام، لذا فقط
كانت عملية صلبه مجرد مظهر وشبه للناظرين أنه صلب مظهريا وكأنه يصلب، علق على الصليب وبدل الناظرين أنه يصلب، ودفن في القبر ولكنه خرج ككائن من النور لأنه نور وروح محاض. وعندما خرج من القبر ككائن من نور كانت قدمه على الأرض ورأسه تخترق السماء. فما هي الغنوصية والخيال، ومن هم هؤلاء الغنوصيون؟ كما قلنا أنها كانت حركة وثنية دخلت المسيحية وترجع بجذورها إلى قبل المسيح وقبل المسيحية بقرون. كانت حركة فلسفية صوفية أيضا، وكان أتباعها يختلطون بين الفكر الإغريقي والهيلينستي والعصري القديم من تقليد الكلداني والبابلي الفارسي، وخاصة الزرادشتية التي أسسها الفارسي زرادشت. أي كانوا يتبعون أهل الشعوذة وعلماء الفلك والأسترونومي، وتأثروا بالزرادشتية أكثر التي كانت قبل المسيح ب5 قرون. وكذلك تأثرت الغنوصية باليهودية، خاصة في جماعة الأثنيين الأتقياء، ما جاء في كتاب من الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام والفلسفات والأسرار والديانات الصوفية الثيوصوفية. وكذلك إلى جانب ما سمي بالأفلاطونية الحديثة التي كانت منتشرة في دول حوض البحر المتوسط في القرن الأول. بل ويرى بعض العلماء إن كان أصول الغنوصية موجود عند أفلاطون، لذا يقول علامة ترتليان من القرن الثاني واحد آباء الكنيسة: أنا آسف من كل قلبي لأن أفلاطون صار منطلق كل الهراطقة. أي كانوا يستعملون الفلسفة الأفلاطونية. نرجع لموضوعنا، ونحن نعرف من هنا اقتبس محمد آية شبه لهم التي اقتبسها من المسيحيين الغنوصيين الهراطقة الذين لا يؤمنون، يعتبرون الجسد نجس والروح طاهر، لذلك لا يؤمنون بالتجسد ولا بالصلب ولا كل ما شابه ذلك. إن يسوع المسيح بما أنه إله يا أخوتي لم يمت كإله، بل تألم ومات في الطبيعة البشرية بما أنه إنسان كامل. فكما أن الإهانة تنسب إلى الملك نفسه حينما ينشق ثوبه بإهانة أو تتمزق ثيابه الملوكية باحتقار، هكذا احتمل يسوع المسيح الآلام والموت بالجسد. فالألم والموت لا تنسب إلى لاهوت المسيح بل إلى الطبيعة البشرية، فمع ذلك لم يفارق لاهوته ناسوته ولا لحظة ولا طرفة عين. هذا هو إيمان كنيسة المشرق في صلب المسيح، أنه مات بالطبيعة البشرية ولاهوته لم يفارق ناسوته، لم يمت باللاهوت، لأن اللاهوت روح لا تدخل عليه الآلام ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص ولا يموت، بل هو حي. أما قول المسلمين ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، التي يرددونها دائما في سورة النساء، فكثيرا ما يناقض المسلمين أنفسهم في كتابهم. مرة يقولون ما قتلوه ما صلبوه، ومرة يأتون ويقول إنا متوفيك ورافعك إليه. وقد ورد عندكم في سورة عيسى، وهي ما نسميها اليوم بسورة مريم، التي غيرها المسلمون بعد موت محمد، وهم يقولون لنا نحن حرفنا كتبنا، ولا ينظرون إلى ما فعلوه هم بقرآنهم من الناسخ والمنسوخ وغيرها. جاء في سورة عيسى أو سورة مريم التي هي اليوم: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيتضح من هذه الآية أن المسيح قد مات وقام. وأيضا قال الله لعيسى في سورة عمران الآية 55: إني متوفيك ورافعك إلي. فنرى من هذه الآيات أن المسيح قد مات
وبعث حيا ورفع إلى الله الآب مرة ثانية وجلس من يمينه. فإن كان المسيح لم يموت حتى الآن إذن لم يصعد، فهذا يناقض ما جاء في سورة عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. فإذا كان لم يموت لم يصعد إلى السماء ولم يبعث حيا، وسيصعد ويبعث حيا فيما بعد. ولكن عندكم إنه صعد إلى السماء حيا وما صعد حتى يموت ويبعث كما ورد في بداية الآية: فإذا صعد فقد مات قبل أن يصعد. إذ بصواب نقول إن عيسى مات على خشبة الصليب كما في كتب الأنبياء. أما قولكم إنه شبه لهم، فنقول: من الذي شبه لهم ذلك؟ أهو التشبيه أتى من الله أم كان من الشيطان؟ فإن كان من الله كيف يشبه ويوحي الباطل، أي ما هو كذب، إلى الأنبياء والرسل والناس حتى يؤمنوا به، فصار الله هو السبب عن هذا الغش والخداع والمكر. فحاشا أن يكون ذلك، فهذا لا يليق بالله سبحانه أن يغش به الناس، وهذا محال وغير ممكن. ولكن هو ممكن في قرآن المسلمين، لأنهم يسمون الله هو خير الماكرين، فإذا كان خير الماكرين فهو يغش ويغير، فذلك مسموح لهم. أما إذا كان التشبيه من الشيطان الرجيم، فكيف يقدر الشيطان أن يفسد تدبير ووحي الله للأنبياء والتلاميذ الحوريين الذين هم أنصار الله كما جاء في كتبكم، ويشبه على الأنبياء والتلاميذ والناس من قبل حتى تنبأوا وكرزوا بالباطل؟ من يتجاسر على القول بأن الشيطان الرجيم يستطيع أن يفسد تدبير الله في الأنبياء والتلاميذ الذين كانوا بالقوة والآيات الإلهية يضطهدونه ويطردونه، وهو كان يهرب من أمامهم؟ ومن جملة آياتهم ومواهبهم من المسيح حسب شهادة الإنجيل القدرة على إخراج الشياطين. وإن كان الشيطان هو الذي به الباطل للناس، فهو إذن أقوى من الأنبياء الذين تنبأوا بذلك من قبل، وأقوى من الرسل الذي أخبروا بذلك من العلم أن المسيح قد أعطاهم القدرة والسلطة على سحق قوة الشيطان. وأيضا فكم جاز أن يقال أن الصلب كان تشبيها، فكذلك الانبعاث والصعود إلى السماء كل الآيات الإلهية. أي إذا أدخلنا التشبيه على الصلب، لما لا ندخله على كل شيء؟ حينئذ فيبطل الدين. فيأتيك المسلم ويقول إن المسيح كان أكرما على الله من أن يدع اليهود يصلبونه ويقتلونه. فالمشكلة ترديد المسلمين مثل هذه الأسئلة هو أنهم يرون في عملية الصليب دليلا على ضعف النبي، فنحن نقول فقط قتلوا الأنبياء، فهل ذلك لهوان الأنبياء على الله، مع أن الأنبياء لم يقتلوا بإرادتهم؟ فأما المسيح فقد قال: إن لي سلطان على نفسي أن أضعها وأن آخذها، وليس بقدرة أحد أن يأخذها مني. إنجيل يوحنا الإصحاح 10. فعرفنا بذلك أن بإرادته سلم نفسه للموت، لا لأنه كان ضعيفا واليهود أقوياء، بل بإرادته. وقد دل أيضا بما أظهره بالفعل، وهو شهد بالحق وقتل قهرا من حسد اليهود. فإن المسيح صلب لا عن ضعف، وإنما عن قوة بإرادته، عن قوة محبة، لأن الذي أظلم النور وأظهر علامات الدم في القمر، ومن أجله صارت الزلزلة وانشقت الصخور وقيام الأموات في القبور كما شهد الإنجيل. وهذه الآيات جميعها تشهد أنه لم يكن ضعيفا. ثم قيامته في اليوم الثالث من موته كما أخبر قبل موته مرات كثيرة، وقد همت اليهود بأخذه مرارا فلم يقدروا، حتى أراد اليهود أن يصلبوه مرات عديدة والقبض عليه فلم يقدروا، فخرج من بينهم. فإذا لم يكن ضعيفا عن خلاص نفسه من اليهود، وإنما أراد إكمال سر موته وتدبيره بناسوته عن الناس المستوجبين للموت، العبودية للخطيئة والشيطان. فمن هذا نعرف يا أخوتي أن المسيح صلب
بإرادته وعن محبة ليموت عن الجميع وعنكم يا جميع الذين تحتقرون موت المسيح، لا تصدقون أنه صلب ومات وقام. فالذي لا يؤمن أن المسيح جاء بالجسد فهو ضد المسيح، وهو روح الضلال الذي يحكم العالم ويلفق مثل هذه الهرطقات والضلال في عقول الذين يريدون أن يعرفوا الحق. فنحن نؤمن ونعتقد من كل قلوبنا أن المسيح جاء بالجسد، تألم، صلب، قبر، ثم قام في اليوم الثالث، وسيأتي مرة ثانية ليدين الأحياء والأموات والذين لم يؤمنوا به. فأنا أحسب أن الأمر يشكل على اليهود الفسقة، فالأشكل على الحوريين الذين هم أنصار الله. فإن كان الله شبه ذلك للرسل فإنما جاءت الضلالة من الله، لأن الرسل قال إنهم عاينوه مصلوبا وذاق الموت ودفن، وقام بعد ذلك في اليوم الثالث وأتاهم مرارا بعد القيامة وكلمهم، ومكث على الأرض بعد القيامة 40 يوما، وطلع إلى السماء أمام عاينوه صاعدا. فكيف يكون شبه لهم؟ هل يتهم الرسل بالكذب؟ ونبيكم يشهد أنهم أنصار الله ولم ينطقوا إلا بما لقنهم الروح القدس. وهل كان الله يلقن ما الشبه والباطل ليضل عباده؟ ما عظ الله من هذا القول: لا تقصر بالمسيح ولا تكذب رسله. أما عن أهمية موت المسيح يا أخوتي، من المهم أن يعرف كل إنسان السبب الرئيسي الذي من أجله جاء المسيح إلى هذا العالم، وخاصة من المسلمين والأخوة الغير المسلمين من الصابئة واليزيدية، أن يعرفوا الحق. عرف واليهود، وعرفنا أنه علم الناس أحسن التعليم، إذ علمهم حياة الطائر والابتعاد عن الشر، حياة المحبة والتضحية في سبيل الآخرين، حياة الإيمان والثقة في الله. عرفنا أنه جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ولكن السبب الأساسي الذي جاء المسيح هو أن يموت من أجلنا، محتملا عقاب خطايانا حتى إذا آمنا به ننال الحياة الأبدية. هناك أدلة كثيرة على المسيح جاء ليموت من أجلنا، وأنه فعل ذلك ثم قام من بين الأموات وصعد إلى السماء. وأول دليل نقدمه لنثبت أن المسيح مات من أجلنا هو شهادة الأنبياء قديما. فداود النبي تكلم عن موت المسيح عن الصلب، إذ قال أنهم ثقبوا يديه ورجليه في مزمور 22، ووصف بعد الحوادث التي تمت فعلا عند موت المسيح، مثل قوله: يقسمون ثيابي بينهم على ملابس يقترعون، مزمور 22 الآية 18، ويجعلون في طعام علقما وفي عطش يسقونني خلا، مزمور 69. ومن المعروف أن هذا لم يحدث لداود، لم يثقبوا يديه ولا رجليه ولم يقتسموا ثيابه ولا سقوه خلا، ولكنه كان يتكلم بروح النبوة عن المسيح. ومن يقرأ الإنجيل المقدس يرى أن هذا حدث للمسيح حرفيا، وقد كتب داود هذا قبل مجيء المسيح ب1000 سنة تقريبا. وجاء في إشعياء 53: وهو حمل خطاياه كثيرين وشفع في المذنبين. وهذه بعض النبوات التي جاءت عن المسيح. وكما أن الأنبياء تنبؤوا بموت المسيح، كذلك المسيح قبل موته أخبر تلاميذه الحوريين الذين هم أنصار الله كما جاء في القرآن بذلك مرارا، كما سنرى في الآيات. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، أي المدينة المقدسة ومدينة القدس، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث ويقوم. إنجيل متى الإصحاح 16 الآية 21. وابتدى يعلمهم أن ابن الإنسان أي المسيح ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. إنجيل مرقس الأصحاح 8 الآية 31. أخذ 12 وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان، لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم
ويتفل عليه ويجلدون ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم. إنجيل لوقا الأصحاح 18 الآية 31. قال المسيح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه من أجل خرافه. إنجيل يوحنا الأصحاح 10 الآية 11. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل يخلص العالم به. إنجيل يوحنا الأصحاح 3. فنرى إذن أن الأنبياء تنبؤوا عن موت المسيح قبل مجيئه بمئات السنين، وأن المسيح أخبر تلاميذه مقدما أنه سيموت من أجلنا، وأن تلاميذه سجلوا لنا ما حدث بالتفاصيل، وذلك بوحي إلهي دقيق. وكما أن المسيح أظهر كماله العجيب في حياته، فهو أيضا أظهر كماله المطلق في موته من أجلنا، فقد مات من أجلنا باختياره بإرادته، لم يكن مجبرا على ذلك، ولم يكن موته هزيمة أو عن ضعف كما يدعي الإسلام وغيرهم. كان في إمكانه أن يفني أعداءه، ولكنه مات ليمنح الحياة، كما قال إنه لو أراد لأمكنه أن يطلب من الله ليرسل له أكثر من 12,000 جيشا من الملائكة ليقتلوا الذين أتوا ليقبضوا عليه، كما جاء في إنجيل متى الآية 53 صحاح 26. ولكن الله بين بمحبته لنا، لأنه نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. رسالة رومية الأصحاح 5. وقال عنه الرسول بولس: الذي أحبني وأسلم نفسه من أجل غلاطية. رسالة غلاطية الأصحاح 2. ولما وضعوه على الصليب طلب من الله الآب قائلا: يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. قرأنا سير الكثير من القادة والسياسيين ومؤسسي الديانات، فوجدناهم ينتقمون من أعدائهم. أما المسيح فقد صلب من أجلنا، فكما علم التلاميذ قال: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، كما جاء في إنجيل متى الأصحاح 5. هكذا فعل المسيح وعلم. ولما كان على الصليب آمن به اللص الذي كان مصلوبا من جواره، فقال له المسيح: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. فمن له القوة والمشيئة أن يدخل أحدا إلى الفردوس إن لم يكون إلها حقيقيا وهو المسيح؟ لم يكن من الممكن لأي إنسان آخر أن يمنح النعيم للص الشرير في آخر لحظة من حياته، ولكن يسوع فقط أمكنه أن يفعل. وقبل أن يموت قال: قد أكمل، كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 19، أي أنه أكمل العمل الذي جاء من أجله، وهي إرادة الآب، ودفع ثمن الخطيئة الكاملة يسوع المسيح وفي الدين كله. وأخيرا قال لله أبيه: في يدك أو استودع روحي. فالمقصود هنا الروح الإنسانية، لأن المسيح كان إنسان كاملا وإلها كامل وليس لاهوته. ثم نكس رأسه وأسلم الروح لله. مستمع العزيز، ألا ترى معي أن المسيح فريد أيضا في موته، لأن يسوع المسيح لم يبقى في القبر، بل قام في اليوم الثالث كما وعد. ذات مرة كان اليهود يتحدونه قائلين: أي آية أي معجزة ترينا؟ فقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. وكان يقصد به هيكل جسده، إنه سيموت بالجسد، كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 2 الآية 18. بعد قيامته ظهر لتلاميذه لمدة 40 يوم، وكان فيها يتكلم معهم ويشرح لهم الأمور المختصة بملكوت الله. قال الرسول بولس أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتاب وكتب الأنبياء في العهد القديم، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر للصفا أي للرسول بطرس من 12 رسول. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ في الإيمان، الأخوة في الإيمان الذين كانوا يؤمنون به، وأكثرهم باقي إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقد أي ماتوا، لأن موت المؤمن يسمى رقادا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. اقرأوا يا أخوتي هذه في رسالة كورنثيوس الأولى
الأصحاح 15 الآية 3. وبعد ذلك صعد إلى السماء أمام تلاميذه، وبينما كانوا ينظرون إليه وهو صاعد إلى السماء ظهر لهم رجلان بملابس بيضاء، أي ملاكان، وقال لهم: أيها الرجال الجليلون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وقبل موته وعدهم بأن رجوعه إلى السماء سيرسل لهم المعزي، هو الروح القدس، وليس محمد كما يدعي المسلمون أن روح الفارقليط هو محمد. قمنا بالرد على هذه الآية في مناظرات أخرى، وأثبتنا أن الروح القدس وروح الفارقليط ليس هو محمد، لأنه الروح القدس هو روح الله كما جاء في القرآن. والمسيح سوف يأتي ثانية لا لكي يموت بل لكي يدين الأحياء والأموات، ويجمع الذين يؤمنون به إلى الحياة الأبدية. فيا أخي المسلم، إن سمعتم اليوم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما فعل اليهود، كما قال: ويحك يا راهب إنك ما أعظم كفرك، إنكم لا تؤمنون بالقيامة ولا البعث. فنقول: نحن من أمر بالقيامة والبعث على الحق واليقين، لأننا قد رأينا القيامة والبعث عيانا. أما أنتم واليهود فمن القيامة والبعث على رجاء. فقال المسلم: وكيف ذلك؟ فقلنا: جاءكم موسى وقال لبني إسرائيل إن القيامة ستقوم، وأن الله سيبعث من في القبور، فمات موسى ولم يقم أحد. وجاء محمد وقال: يا معشر المسلمين، أن القيامة ستقوم وأن الله سيبعث من في القبور، ومات محمد ودفن ولم يقم أحدا إلى هذا اليوم. أما المسيح فجاء وقال: يا معشر الناس، إن القيامة بي تقوم، أنا هو القيامة والحياة، وأن الله يبعث من في القبور. فمات المسيح وقبر، وقام بعث حيا وطلع إلى السماء، ويأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات، ويجمع أبناء الملكوت الذين يؤمنون به للحياة الأبدية. فنحن من المسيح على التحقيق، وأنتم واليهود من أصحابكم على رجاء. والرب يبارككم ويحفظكم. صلوا من أجلي أنا الراهب المشرقي. صلوا يا أخوة لكي يفتح الرب عقولكم وتبصر عيونكم الحق قبل أن يأتيكم اليوم، فلا يكون لكم فيها فرصة ثانية. والرب يبارككم ويفتح بصيرتكم الآن وكل أوان. آمين.